الساوند كور انكر ليبرتي 4 برو السماعه. يعني انا بحب السيريس دي بقى. قبل ما نبدا بقى، يعني انت مش هتلاقيني بطبل لها والله، بس انا هقول كلمه حق وانت هتحس بنفسك واوريك كل التفاصيل ونجرب مكالمه ونعمل كل حاجه. البرو بقى عاملين ايه؟ انا هحكي لك وانت احكم بنفسك يا معلم. اول حاجه خلينا نبدا بمحتويات العلبه، بعد كده نخش على الشكل والتفاصيل. خليني اقول لك الاول ان احنا هنشرح النهارده السماعه الساوند كور الليبرتي 4 برو. معاك عمرو عماد وهشرح لك كل حاجه بالتفصيل لحد ما تقول لي كفايه. يلا بينا. بص يا سيدي، شكل العلبه لطيف بس احنا مش هنعمل بيه حاجه. يعني انت لو خليت شكل العلبه شيك قوي انا برضو مش مستفيد حاجه. خلينا في المفيد بقى. بص يا سيدي، ده محتويات العلبه. العلبه الاول حاجه بيقول لك هنا الابلكيشن، هي مدعومه بالابلكيشن وبيشرح لك بقى ايه هي مدعومه في ايه. يعني مثلا بيقول لك ان انت ممكن تكستمايز الايكولايزر، ممكن تعمل حاجات. هشرح لك برضو الابلكيشن فيه بلاوي زرقاء نازلين بحاجات، عاملين حاجات يعني مش طبيعيه. بس خلينا نشوف هم عاملين ايه. دي وصلة الشحن مكتوب عليها بالحفر كده ساوند كور، شياكه شياكه. ماشي، خلينا ندخل دي كده في العلبه. يعتبر اول مراجعه عربي للسماعه الليبرتي الجديده، لان اغلبيه المراجعات كلها اللي موجوده في السوق كلها اجانب. فايه اديني اهو يا عم، عشان وانت بتشتري تدعي لي. هتفتح كده العلبه من جوه، محتوياتها بقيه المحتويات هتلاقي فيها التابس دي جايه معاها 6، دول 5 وواحده بتيجي في السماعه، فكده 6 اهي اللي جوه العلبه دي جايه معاها 6 عشان حجم الودن. بصراحه الحركه دي شيك قوي بصراحه. هم عاملين ايه. بص دايما لما بيجي الناس بتصنع سماعات بيعملوا ايه، بيوفر. يعني يقول لك هشيل مثلا موضوع التبات، احط بس كابل الشحن في سماعات زي الواوي مثلا اس اي 3. طبعا مش بقارن دي حاجه ودي حاجه، بس جايبينها من غير كابل شحن ولا تبات. يعني انا مش فاهم ليه. يعني واوي، يعني انت المفروض تحط حاجات تبهرنا، بس لا هما بيهتموا قوي بالتفاصيل الصغيره دي، وانا بحب التفاصيل الصغيره بامانه. يعني بحس ان هي حاجه شيك. طيب خلينا نخش في المضمون بقى. نتكلم على الشكل والتصميم. الشكل والتصميم بتاعها تحفه. هو ما اختلفش كتير عن السماعات القديمه الليبرتي 2، بس هو الالوان بقى. يعني اللون الاخضر ده اكتر لون عجبني، اللون الجديد ده اللي هو الاخضر الميتاليك ده. ايه الجديد بقى في السماعه؟ افتح معلم السماعه كده، هتلاقي هنا سكرين، السكرين مونيتور. تقدر تتحكم في السكرين دي بالتاتش. ممكن اهو عندك، ممكن تعمل كده بسواب كده. بس عايز تخلي سراوند مود، عايز الاتموسفير بتاعها، لان هي على حسب الضغط الجو بتعدل السماعه، وهشرح لك بالتفصيل القصه دي. تمام. اللوكيشن فايند يور ديفايس، سواء السماعه او العلبه نفسها الكيس، وممكن تاخد سكرين شوت، وممكن ريموت تتحكم في الكاميرا من خلال السماعه. الديزاين بتاعها سوفت كده، رغم كده ما بتتخربش معايا اكتر من اسبوع استخدام. ما اتخربشتش، مع ان انا كل الاسطح عندي ناشفه زي كده في المكتب في البيت كله بنفس الطريقه. سماعه ايه يعني ماسكه نفسها، بص حتى ما عملتش علامه تراب. فده بالنسبه لي هايل جدا. نتكلم بقى على امكانياتها وان هي جايه 6 مايك والتفصيله دي كلها. ما تيجي نفتح الابلكيشن ونشوف السماعه دي بتقول ايه. بص يا سيدي، زي ما انت شايف في الجنب كده هيظهر لك سكرين للابلكيشن ساوند كور. الاول هنفتح السماعه، هيدي لك هنا الليبرتي 4 برو. انا هلبس السماعه طبعا عشان خاطر ايه يرضى يكونكت. سيدي هتفتح السماعه بالشكل ده، هتخش جوه. بص بقى، عندك اول حاجه تقدر تتحكم في ترانسبيرنس مود، تخليه 100% انت معزول عن الناس ان سي او نورمال. وكل ده ممكن تعمله من خلال الكيس نفسها، او تجيبها على الترانسبيرنس مود، او تعلي العزل خالص يبقى عزل تام يعني. تاني حاجه الاير بلان مود. اير بلان مود ده المقصود بيه ضغط الجو. بص يا معلم، انت بتفتح الابلكيشن زي كده، الجو اللي انت فيه دلوقتي مش متظبط طبعا، السماعه بتعمل لك زي ضغط. انت لو حطيت السماعه وقفلت الترانسبيرنس مود وخليتها هتبقى سامع. لو شغلت النويز كانسلنج تحس بضغط. السماعه بتكستمايز ده لوحدها، ولما بتلاقي عندك ضغط الجو مختلف فبتبدا تعدل لك السماعه. اصبر، في انبهارات جايه فيه، اصبر. ماشي. في بعد كده الويند نويز ريدكشن. لما بتبقى راكب العربيه او عجله او حاجه زي كده، بقى في سرعه رياح. الرياح دي بتنقل حتى لو في مايكات. المكالمات بتنقل ازاي، او الكلام بيتنقل ازاي في السماعه. انا بتكلم بيطلع ويفز، الويفز دي بتتجه كده، ويفز تيجي اللي هي سيركلز دي اللي بتبقى دوائر حوالين بعضها. الويفز دي بتخش عند السماعه، بتخبط في السماعه عشان توصل. لما بيجي هوا بينقل الصوت ده لمكان تاني. الويفز الطبقات الصوت اللي طالعه من بقي بتنقل لمكان تاني. السماعه دي اول ما بتلاقي نفسك في مكان فيه هوا جامد بتخش على الابلكيشن وتشغل الويند نويز ريدكشن، بتقلل النويز بتاع او الضوضاء بتاعه الرياح. خش بقى بعد كده على الايكولايزر بتاعها بقى. احنا كده خلصنا كل الكلام الجميل ده. بص يا سيدي، بيقول لك لما بيكون ضغط الجو ما بين فاصلة بوينت 9 و1 علامة 0،
كده بيبدا النويز ريدكشن بقى، بيبدا ايه يبقى فيه نويز ريدكشن وبيقلل لك ده. تمام. نخش على الهير اي دي. الهير اي دي ده على فكره موجود من زمان قوي، هم بقالهم كذا سيريس عاملين فيها الهير اي دي. دي لطيفه جدا، ان هو بياخد بصمه الودن. يعني انت بتحط سماعه بيقعد يظبطها لك، يقول لك هي كده محطوطه في الوضع الصح، مش كده ولا كده، بتفضل تظبطها وبياخد بصمه الودن عشان يديك اعلى اداء للسماعه. طيب انا كل ده بشرح لك الابلكيشن، انا لسه ما دخلتش في الامكانيات، يعني لسه دخلتكش في الامكانيات بتاعه السماعه. المود الثاني وهو الميوزك مود او السراوند مود، او ممكن تقول الصوت المحيطي، ده بيخلي لك تسمع الصوت 360. يعني انا ما كنت بجرب، بس انا مش هعرف اسمعك طبعا في الميديا هتبقى عامله ازاي، اسمعك بس في المكالمات. لما كنت بجرب السماعه حاسس ان المزيكا بتتنقل من هنا لهنا، زي الايد دي من هنا لهنا ومن هنا لهنا. فده بالنسبه لي انا بحب التايب ده من السماعات يعني. غني عشان خاطر اعرف اميز بقى ايه الكلام ده كله. هنا بقى في الايه، في الصوت الديفولت انا بستخدم ايه؟ عندك كذا حاجه. عندك حاجه اسمها ساوند كور سيجنتشر، بيدي لك، هو بيقول لك، هو بيكستمايز حاجه معينه، بيقول لك ده افضل اداء للسماعه في الصوت. والله عايز تظبطه ماشي، عايز تشغلها روك بيز، عايز تعلي حاجه، تقلل الايكولايزر، دي بتاعتك انت. تمام. بس هو بيديك كذا واحده، انت بتخش كده. انا دخلت على مور، لقيت بقى بودكاست، دانس، وديب، والكتريك، وبيانو، وكلاسيك، بص مديك كذا حاجه. طيب انزل تحت بقى، كاستمايز الايكو ايكولايزر، انا بحب ارفعها لفوق كده. تمام. بتبقى فوق، موجوده فوق، ده بالنسبه لي بحب السماعه تبقى عاليه يعني. تمام. انزل تحت، خش على التاتش كنترول. بيقول لك بقى في الاوديو انت عايز دبل كليك يعمل ايه، سنجل كليك يعمل ايه، تريبل، اللونج بريس، عايز تعلي انت تتحكم في كل حاجه. كل ده جميل. دوس بقى على اللي فوق، العلامه اللي فوق على اليمين، مور سيتنج. لما تخش عليها بص يا سيدي، في ويرنج ديدكشن، لما اجي اقلعها او البسها يديني ايه التنبيه او الاير ديدكشن بتاعها يشتغل يعني. بعد كده السيف فوليوم، خد بالك موضوع السيف فوليوم ده جامد جدا. انت بتلبس سماعه دلوقتي، انا مشغل مزيكا او انا بعمل سكرين ريكورد وكنت مشغل المزيكا، خد بالك انت ده مؤذي، ده مؤذي جدا للودن. المفروض يبقى تحت 90 ديسابل، يفضل يعلي ويوطي الريل تايم بتاعها. طب انت ليميتد. بعد كده بقى ازاي ليميت الهاي فوليوم؟ تختار هنا اختيار ده، لو عدى الفوليوم الطبيعي قلله، عدى ال 90 قلله. بيفضل يقول لك بقى لو انت مثلا 75 ده يبقى 75، لا اطلع 85 ده لو انت في مدينه في شارع. تمام. طيب اطلع لل 90 ده لو انت راكب موتوسيكل. لو مش عارف 95 لو انت في، يعني هو بيديك كل حاجه الديسابيل بتاعها. لان طبعا احنا عارفين، انا كنت قلت المعلومه دي كذا مره، ان الديسابيل المتوسط في شارع هادي تقريبا 45 او 55، ده المتوسط ديسابيل. زحمه بقى ومترو او حاجه فيها يعني الناس بتضرب بعض، الصوت بيوصل ل 90 ديسابل. تمام. الدول كونكت، ممكن تكونكت تو ديفايس ان سيم تايم. انا هنا عملت كونكت الجهازين عشان اتاكد، وفعلا لقيت ان الجهازين بيشتغلوا مع بعض. ممكن ترد من هنا او ترد من هنا، ده شيء محترم ان انا مش هجيب سماعه تشتغل على جهاز واحد، ده لطيف جدا. طيب بص بقى، اول حاجه عايز اعمل السراوند مود بختاره، بس انا بيقول لك بقى انت هتقف كذا، وميوزك مود هيبقى عامل ازاي، بيشرح لك كل حاجه عامله زي بودكاست مود، الموفي مود، كل ده موجود تحت. بعد كده بقول له طيب انا عايز حاجه تانية، بلاش دي، انا عايز افتح، انا خلاص بفتحها عشان تظهر لي هنا. خد بالك لازم تفتح الكلام ده زي ما هو ظاهر في السكرين كده عشان يظهر لك تحت، يظهر لك بالشكل ده. بص تبقى شايف كده فايند ديفايس والكاميرا ريموت وكل الكلام ده. بس انا اقول لك على حاجه تانية قبل موضوع الفايند ماي ايربودز. بص لو انت عملت كده، مش بس يا حلاوه الساوند كور يا اولاد، بص يا اولاد، مش بس اهو فايند ديفايس، عندك 3 السماعه والاتنين سماعه والعلبه. بص الكيس مثلا عايز ادور عليها، السماعات نفس القصه اهو. وحتى لما باجي اشغلها بيقول لي خد بالك لا تكون لابس السماعه. بص الصوت بيعلى، بص ده حلو. يعني كده لو ضاعت انا اقدر اشوف الكيس لوحدها، لو ضاعت او اي فرده من السماعات ضاعت اقدر الاقيها. بص الصوت عمال يعلى ازاي. هو عملتها الاول، يعني هو عملوا موضوع الكيس ان هي ترن، بس هي لذيذه لذيذه هنا، صوتها عالي، يعني عجباني ان هي صوتها عالي. في الاول خالص بيديك انديكيتور للسماعه، وبيقول لك بقى هنا ايه كل فرده كام والكيس كام. طيب ده كده الابلكيشن. السماعه نفسها بقى، بص يا معلم، انت بتحط السماعه كده، اول ما بتحطها بيديك انديكيتور كده يقول لك ايه السماعه دي كانت 100 دي دلوقتي كده 100%، ودي 99 وبتملى شحن، هو بيشحنها بيقول لك هي واقفه قد ايه. طيب هنا بقى بيفتح لك اختيارات، هنا عايز السراوند مود، عايز ان انا الاتموسفير،
يتحكم في الضغط، فايند ايربودز، الكاميرا، كل ده من خلال التاتش بتاع السماعه الجميله دي. ولو دوست دوسه طويله قوي كده بيجيب لك انك ممكن تكنسل بقى البلوتوث او تريسيت السماعه، تعمل لها فاكتور ريسيت، لان هي ما فيهاش زراير في الجنب او في اي اتجاه للريسيت، ما فيهاش. طيب السماعه بقى بالنسبه للصوت والكواليتي بتاعها بتيجي بست مايكات مدعومه بالاي اي. مش محتاج اقول لك بقى جوده الصوت، بس انت محتاج تسمع تجربه من جوده الصوت، مش محتاج ان انا اقول لك، انت محتاج تسمع. يلا بينا نعمل مكالمه كده ونشوف جوده الصوت وانت احكم بنفسك، انا مش هقول رايي، انت احكم بنفسك في الظروف بتاعه السماعه دي. يلا بينا. ازيك يا اسلام؟ ايه يا حبيبي. بقول لك يا دلوقتي بجرب السماعه الليبرتي برو 4. اه تمام. حلو. امم او انت كده الفول واقف فين؟ ايه؟ واقف فين كده؟ انا كده واقف فين؟ انت حاسس ان انا واقف؟ يعني انت في مكان يعني. انت سامع ايه؟ ان انا في مكان يعني، ولا حاسس ان انا ماشي ولا لا قاعد؟ لا انت يا سايق يا حاجه، بس انا مش سامع حاجه حواليك، بس الصوت فيه زي صدى صوت يعني بعيد. طب وكده؟ تاني كده. اه. ها كده. تمام كده. طيب بص. طب وكده؟ كده تمام. كله مظبوط. اه حلو. طيب انا دي جوده الصوت كام وهقول لك انا فين. الصوت بالنسبه لي يعني 7.5 8/10. حلو قوي. طيب انا دلوقتي بجرب السماعه وانا سايق وفاتح الشباك في عز الساعه دي، في الطريق الصحراوي يعتبر، فاهم؟ طريق لا زي الصحراوي كده فاضي. ممتازه بالنسبه لي. مش سامع صوت هوا، ممتاز. مش سامع صوت زحمه خالص. خالص. ماشي. انا عامه كنت بجرب اللي هي الويند نويز دي، بشوف الرياح بتعمل ضوضاء ولا لا، وكنت بجرب الاكتف نويز شغال ولا لا. فانت كده طيب طمنتني يعني. تحفه. ماشي يا عم. حبيبي. ماشي يا يا عم. عمو. بعد ما جربنا جوده الصوت كده انت معاك تجربه الصوت كامله يا معلم، انا كده تمام. طبعا الميديا مش محتاج اقول لك صوتها في الميديا عامل ازاي، لان انا بظبط كل حاجه من خلال الايكولايزر، عايز تعليه، عايز توطيه، عايز تخليه كلير، عايز تخليه متوسط، فهيديك جوده صوت. انا بقول لك مع اني ما بحبش اقول كده غير لما اكون مجرب زي المكالمه، يعني خليك تجرب حاجه عشان احكم عليها. انا بقول لك ان هي تحفه ممتازه في موضوع الاوديو. اي ريز فجوده الصوت بتاعتها هايله، بتيجي بتكنولوجي ال دي اي سي، وبتكون الترا نويز كانسلنج، وبتيجي ب7 سنسورز طبعا، عشان كل التفاصيل اللي احنا قلناها دي محتاجه سنسورز كتير جدا. لو شحنتها 5 دقائق، المعروف ان اي حاجه فيها فاست تشارجنج بتشحن 5 دقائق بتديك قد ايه؟ ها ساعتين. بقالك 100 سنه بتتفرج على فيديوهاتي بيديك ساعتين، دي بقى بتديك 4 ساعات، بتقعد معاك من 10 ل 40 ساعه، ده في الاستخدام بتاعك العادي من غير النويز كانسلنج. طيب لو شغلت الاكتيف نويز كانسلنج عالي، شغلته خلاص، انا شغلته طول الفتره، يقعد معاك من 10 لحد 30 ساعه. تيجي اي بي اكس 5 يعني مضاد للميه ورذاذ الميه، وبتتشحن كمان وايرلس. ده شرح مش سريع ومش مختصر للسماعه الليبرتي برو 4، بس هي السماعه حلوه وامكانياتها حلوه وامكانيات الابلكيشن حلوه، فانا مش قادر ان انا اظلمها. بس كده يا معلم، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان نشوف كل جديد. باي باي.